في خبر اتنشر النهارده على موقع اليوم السابع عن انباء عن قرب اعفاء الدكتور يحيى الجمل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء. الخبر بيتكلم عن انباء بتتردد بقوه داخل مجلس الوزراء عن قرب الاطاحه بالدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء من منصبه على خلفيه الانتقادات اللي وجهت ليه في الفتره الاخيره وتخلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن الاعتماد عليه بشكل رئيسي كما كان الحال في الايام الاولى من توليه منصبه. الخبر بيتكلم كمان عن شكوى اتقدم بها حوالي 175 محامي للمجلس الاعلى للقوات المسلحه بيتهموا فيها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل المباشر وغير المباشر في السلطه والمشاركه في الثوره المضاده وطالبوا باقالته من منصبه، واتهموه في الشكوى باقصاء رموز واطياف كثيره من الشعب في الحوار الوطني والدعوه لرموز الحزب الوطني اللي هددوا استقرار وامن مصر، ودعا للمصالحه معاهم ونسيان دم الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي مما اثار رفض واستياء كبيرين. ده يعني على عهدة موقع اليوم السابع فيما يخص الشكوى اللي تقدم بها 175 محامي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. الخبر ده أذيع في برنامج الزميل العزيز جابر الأرموطي، برنامج مانشات، وبالتأكيد حق الرد مكفول تماما للدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. مساء الخير يا دكتور يحيى. يعني هذا الخبر كاذب جملة وتفصيلا، وأنا بستعجب. يعني أنا دايما أقول الكلمة المسؤولة الحرية المسؤولة لابد أن تسود في الإعلام، لكن يبدو أن فكرة الحرية اختلطت بالفوضى. هذا الخبر من ألفه إلى يائه مكذوب جملة وتفصيلا. العلاقة بيني وبين الدكتور عصام شرف قبل الوزارة وأثناء الوزارة وبعد الوزارة إن شاء الله بعد عمر طويل هي علاقة مودة وأخوة وصداقة ومعزة، وليست مجرد علاقة زمالة. هذا الكلام مختلق، وأنا آسف، وأنا لو كنت أحترم اللي نشروا هذا الخبر كنت قضيتهم، لكن أنا لا أكن لهم أقل قدر من الاحترام لسبب بسيط، أنه الذين يذيعون هذه التخرصات وهذه الأكاذيب لا يستحقون الاحترام. طيب. الخبر جملة وتفصيلا عاري من الصحة. طيب دكتور يحيى، يعني علاقة الزمالة والمودة لا تمنع أن يكون في بعض الخلافات فيما يخص الشغل يعني، ولا يفسد للود قضية إطلاقا، وما حصلش خلافات بيننا وبين بعض. النهارده على وجه التحديد صباحا الدكتور عصام شرف أبلغني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عهد إلي بإدارة الحوار أو الوفاق الوطني الذي سيتصدى لوضع مشروع دستور جديد يقدم للجنة الدستور عندما تشكل وعندما يتم انتخاب البرلمان. ده يعني شيء مختلف عن الحوار الوطني اللي هيتولاه السيد عبد العزيز حجازي؟ لا، الحوار الوطني احنا رأينا انه يطلع من مجلس الوزراء ويتولاه المجتمع المدني. وبرضه في الحوار الوطني انا في اول جلسة قلت دي جلسة اجراءات، وكنا عاملين قائمة من 150 شخص بالحروف الابجدية، وقلنا هندعو الاحزاب وهندعو الهيئات وهندعو النقابات، لكن الدكتور عصام وانا وافقت على هذا، مش نحيت ولا حاجة، وافقت على هذا أن نعهد بهذا الأمر لأخي الكبير الدكتور عبد العزيز حجازي، وهو رئيس مجموعة المنظمات الأهلية، عشان يدير هذا الحوار. أما الحوار الآخر بالغ الأهمية بالغ الخطورة اللي هو الوفاق الوطني اللي اقترحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عهد إلي به، والنهارده الصبح كان الحديث في هذا الكلام. فيبقى كيف يقال أنه بيجري تفكير في إعفاء فلان، وإنه فلان استقال، وإنه فلان بينه وبين الدكتور عصام شرف خلاف؟ أرجو أن تتحملوا مسؤولية الكلمة التي تقال. طيب احنا لسنا طرف على الاطلاق يا دكتور يحيى. نعم، احنا لسنا طرف على الاطلاق. انا عارف، انا انا بقول من خلالك. تمام. طيب الخبر بيتكلم كمان عن شكوى تقدم بيها عدد من المحامين، عددهم كبير مش قليل، 175 محامي، شكوى المجلس الاعلى للقوات المسلحه. لا علم لي بهذا، ولو كان حصل كنت اخترت به علما
هذا الكلام جملة وتفصيلا كاذب، إنما كل من يتعرض للعمل العام يتعرض للشكوى، وأنا أتقبل الشكوى بصدر رحب. أنا كنت الآن مع مجموعة أكثر من 2000 شاب في المجلس القومي للشباب، وأنا كنت سعيد بلقائي معهم وسعيد بحواري معهم. إنما اللي بيتعرض للعمل العام يعرض نفسه لبعض هذه الترهات، والاصل انه لا يقبح فيها وبعض الانتقادات وكثير من الانتقادات. طيب، لكن من ضمن الانتقادات دكتور يحيى الجمل يعني انه الجلسه الوحيده للحوار الوطني اللي تم فيها دعوه رموز من الحزب الوطني، وكان يعني جدول اعمال الحوار بيدعو للمصالحه معاهم، وده من ضمن الانتقادات اللي وجهت لحضرتك. لم يدعى فيها احد من الحزب الوطني الا حسام بدراوي، وهو رجل شريف، ولو أتيح لي غدا لدعوته مرة ثانية. حسام بدراوي من أحسن الناس في هذا البلد. حسام بدراوي مستقيل من الحزب، يعني ما هوش من بعيد، وهو لم يدعى بصفته حزب وطني سابق، إنما دعي هو بصفته حسام بدراوي، الرجل الذي عارض النظام وعارض لجنة السياسات وهي في عنفوانها. وبعدين أنا دعيت عبد الغفار شكر من التجمع، دعيت جورج إسحاق. طيب، لكن الدعوه للمصالحه مع الحزب هذا غير صحيح، ما هذا اللي هو الافتراء بعينه. مصالحه ايه؟ يعني ده ما كانش جزء من المواضيع المطروحه على جدول اعمال الحوار الوطني، ولا فكره المصالحه كانت مثاره. انا بستعجب الناس يعني ما كانش فيه عباره، وانا مش هفتكر العباره بالحرف يا دكتور يحيى، لكن ما كانش فيه عباره بما معناه ايجاد وسائل للمصالحه او لادماجهم في الحياه السياسيه والاجتماعيه بشكل. هذا الكلام لم يرد في هذه الجلسه، والجلسه مسجله. يا ريم انا عايز اقول لك على حاجه، في ثوره مضاده، وهذه الثوره المضاده او في قوه مضاده للثوره بيحاولوا يشوفوا مين الرمز اللي كان شامخا واللي عارض النظام وهو في عنفوانه، واللي قال ما لم يقله احد في الفتره الماضيه، وكل ده منشور ومسجل في القنوات الفضائيه وفي الصحافه. انا الذي وجه خطاب لحسني مبارك وهو في قمه السلطه وقلت له: ابنك لا قبول له عند احد، من فضلك ارتاح وتنحى. من قال هذا الكلام؟ تمام. انا بقول لك في عقول ظلمه وفلول الحزب الوطني، ووراهم للاسف المر ايدي اجنبيه، وانا لا ابرئ اسرائيل من هذه الحمله، لانه انا معروف ان انا راجل عربي ولي توجه عربي وبادعو الى الانتماء العربي، وهذا يخيف اسرائيل ويدعوها الى شن هذه الحرب علي. وكل الذين يشاركون في هذه الحرب هم لا يعرفون ماذا يفعلون، وتحركهم ايدي خفيه. طيب دكتور يحيى الجمل، اسمح لي، احنا معانا على التليفون الاستاذ اكرم القصاص مدير تحرير جريده اليوم السابع. مساء الخير يا استاذ اكرم. لا، انا لا اريد ان اتحدث مع اليوم السابع قط بعد ما حدث. طيب، يعني احنا هنحترم ده تماما، لكن هم في النهايه كمان حق الرد مكفول ليهم. دكتور يحيى الجمل لو تسمح لنا خلينا اسمع منه اكرم القصاص يقول ايه. طيب استاذ اكرم، يعني اعتقد ان حضرتك يمكن سمعت كلام دكتور يحيى الجمل، هو يعني بيؤكد ان الخبر المنشور على موقع اليوم السابع غير صحيح من الالف الى الياء، وانه ربما يكون جزء من حمله من حملات الثوره المضاده اللي بيقودها فلول الحزب الوطني، وربما كمان يعني اسرائيل. يعني الموضوع واخد ابعاد يعني معتبره. والحقيقه الخبر ما كانش فكره انه احنا بنقول انه سيتم الاطاحه بالدكتور يحيى، لكن الحقيقه ان هو احنا بنقول ربما يكون في اتجاه، يعني استنادا لبعض الاتجاهات اللي ربما بتنتقد الدكتور يحيى وبتنتقد بعض التصريحات واختياراته لرؤساء تحرير الصحف القوميه وتدخله في بعض الملفات. لكن الحقيقه ان هو الدكتور يحيى موجود في العمل العام، والجدل حوله مستمر، سواء في التحرير كان في ناس بتتكلم، وبعدين يعني انا اربع بالدكتور يحيى انه يتخذ اي نقد ليه ان هو يتحول الى انه ثوره مضاده او فلول او هذا الكلام او حاجات خارجيه. طبعا احنا بنحترم الدكتور يحيى وادائه، لكن في نفس الوقت هو اصبح في صوره عمل عام وراجل نائب رئيس وزراء، واحنا بنحترم تاريخه وكل شيء، لكن طالما هو موجود في الصوره فالمفترض ان هو يعني اتصور انه بقيمته وقامته يتقبل النقد ويتقبل بعض الناس اللي ربما بيوجهوا له
انتقادات لادائه وانتقاداته لطريقه اختيار رؤساء تحرير الصحف وملف الصحافه. والحوار الوطني كان فيه انتقادات كتيره جدا عليه لما هو بدا الحوار الوطني وتم اخذ الملف منه. كل هذه الاشياء اخبار معلنه. يعني انا مستغرب انه الدكتور يحيى يعتبر ده ثوره مضاده، دكتور يحيى يعتبر الجمل ان اي انتقاد ليه ثوره مضاده. اذا احنا بنتكلم ان احنا الثوره دي قامت عشان الحريات والناس تتحرر، يبقى لازم يدي الناس فرصه ان هي تنتقد وتتكلم. تسمح لي جزء من الحريات اللي موجوده في لكن هو بيقول خبر. انا ما قلتش ان الدكتور يحيى وقرر مجلس الوزراء استبعاده، الحقيقه انه ده مش موجود في الخبر. هو اتجاه مبني على يعني انتقادات كتيره موجوده، مبني على الانتقادات. لا بس استاذ اكرم، يعني استاذ اكرم يتقبل مثل هذا الكلام. هو يعني فكره الفلول طبعا الانتقادات لاي شخصيه عامه مفترض انها تكون جزء من السياق العام والجدل العام الدائر في المجتمع. طيب استاذ اكرم معلش لو سمحت لي، احنا هنسمع دكتور يحيى بس هسال حضرتك. دكتور يحيى نفسه بيقول انه يعني بعض الناس بيقولوا ان هو من فلول الحزب الوطني، والحقيقه احنا ما قلناش ده خالص، بالعكس احنا بنحترمه جدا في ده، لكن احنا نتمنى ان هو كشخصيه عامه كراجل في العمل العام يتقبل. طيب لكن انا دكتور يحيى انا هسمع حضرتك. انا بس عندي سؤال للاستاذ اكرم، لانه الخبر مش بيتكلم عن انتقادات معلنه ومنشوره، وحتى دكتور يحيى الجمل كتب مقال في الرد عليها، لكن هو بيتكلم عن انباء قويه داخل مجلس الوزراء. يعني من المفترض انه مستند الى مصادر ما داخل مجلس الوزراء بتقول انه يعني في انباء عن قرب الاطاحه بالدكتور يحيى الجمل. يعني ده خبر، ما هواش كلام عن انتقادات. عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا يحيى الجمل لا يطاح به. يحيى الجمل طود راسخ لا يطاح به. ان انا اللي عايز اقوله لك، انا اليوم مكلف من المجلس الاعلى للقوات المسلحه باداره الحوار اللي هيبقى يدور حوالين الوفاق القومي عشان يضع مشروع دستور يقدم للجنه الجديده. انما بما يتعلق بالنقد انا ارحب بالنقد، لكن النقد المسؤول، النقد اللي صاحبه يراجع نفسه قبل ان يقوله. أنا بقول تعالوا نتعلم كيف نختلف. الذي يدعو هذه الدعوة لا يضيق بالنقد. الذي يدعو هذه الدعوة يرحب بالنقد، لكني أقول دائما الكلمة الحرية مسؤولية، ويجب علينا جميعا أن نحترم الكلمة والمسؤولية. وشكرا للأخ أكرم أنه اداني هذه الفرصة أن أنا أوضح هذا الكلام في قناة أون تي في. بشكرك شكرا جزيلا دكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. استاذ اكرم، هل عند حضرتك تعليق اخير واجابه على سؤالي؟ لا، هو بس انا يعني فكره الفلول دي هي النقطه الغريبه اللي دايما الدكتور يحيى اصبح بيستخدمها بشكل كبير. يعني فكره الخبر وان في اتجاهات، ربما يكون احنا لدينا معلومات وربما تظهر، لانه الحوار الوطني احنا انفردنا قبل كده بانه هو يستبعد من ملف الحوار الوطني وتم استبعاده، وهو نفسه نفى ده. فاذا احنا بنتكلم على انه كل حد يختلف مع حد يتحول الى فلول، الدكتور يحيى اكتر حد في ميدان التحرير، وفي لافتات وفي ناس بتكتب بص للشروق وبص للدستور وبص للمصري اليوم، في ناس كتيره بتنتقد وبتنتقد اداؤه. ما هو ده كان السؤال، ان احنا مش الكلام على الانتقادات، والدكتور يحيى الجمل قال انه يعني لا يضيق بالانتقاد، لكن حضرتك يعني قد تكون اجبت على السؤال ان ربما يكون عندكم اخبار هتتضح في الفتره اللي جايه وربما لا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص مدير تحرير جريده اليوم السابع.